في مباراته الرابعة والخمسين على خط التماس مع المنتخب الوطني. 37 انتصار، 11 تعادل وخمس هزائم. ماذا هناك الكرة؟ ماذا هناك؟ لا 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 لا, لا ماذا فعل اللاعب التونسي في الكرة هذه الأخيرة؟ أعتقد بأن لا يجب أن تخرج الأمور عن إطارها الرياضي، ونحن كنا نتحدث عن العراقة والتاريخ. طبعا منتخب اللاعب التونسي سنشاهد الإعادة بعد لحظات، يكون ربما قد قام بالتصرف. ماذا فعل هنا؟ هو جمال بلماضي. لماذا عاد؟ يعني كانت إلى غاية اللقطة تلك كانت عادية. أكيد بأنه سيعتذر من جمال بلماضي علي عبدي. جمال بلماضي حاول إرجاع الكرة بطريقة سريعة، وهنا كان الاحتكاك بينه وبين علي العبدي اللاعب التونسي الذي ما كان عليه ربما أنه يتصرف أكثر من اللزوم. جمال بلماضي حاول إرجاع الكرة، وعلي العبدي معليش نخلوها في إطار كرة القدم، ونخلوها في إطار النرفزة، ونخلوها في إطار ربما تشنج الأعصاب وحب الفوز في المباراة، ولكنه عاد وعنق جمال بلماضي، وهذا ما كنت أنتظره منه، الذي ينذر من قبل الحكم. يشرح لي جمال بلماضي معليش هذه تحدث في عالم الكرة. هو العبدي، العبدي كنت أنتظر في هذه الصورة، وجمال سيتحدث